Demo. Patch pool. Demo. هلا. موضوع حلقتنا اليوم هو عن الطوبة. الطوبة اللي صارت من اهتمامات المواطن بصورة عامة. يعني قمنا نشوف حتى مشجعات يعوفون مسلسلات او لا مسلسلات ما يعرفوها، يشوفون المسلسلات ويروحون يشوفون الطوبة. يعني خاف احنا كنا ناقصين تفرقة، هسه تفرقة جديدة. برشلونة لو الريال، زمالك لو اهلي، اتحاد لو هلال، مريخ لو هلال، بكل مكان بكل بلد صارت اكو ناديين واثنين يتحركون عليهم. انا اقول لك باستثناء الدوري العراقي فيك، حتى باقي العراقيين فيك ما شاء الله، الادهو كوربيل وصناعه ما شاء الله. يعني صارت عندنا انديه حلوه احتراف وشغلات بلا حسد. اليوم حبينا نحكي ونشخص انواع الجمهور العراقي. قدرنا نحدد 5 انواع من الجمهور العراقي اللي هو يعتبر فيكه بكل مكان وبكل زمان. يا اخي سبحان الله، يعني صار لنا لعبه بالصين نلقى هناك مشجعين ومؤازرين هاي الحلو. يعني الواحد لازم شويه ينظر بايجابيه للموضوع، انه العراقيين طشروا بكل مكان، فعندنا جمهور بكل مكان. واليوم راح نشوفكم شنو هذول الانواع ونسولف عليهم. النوع الاول من الجمهور العراقي هو المتحولون. هذا اللي تلقيه كله عزيمه واصرار قبل اللعبه، وهناك وين صبغ وجهه هنا علم جديد وهنا العلم القديم عمود لا حد يزعل، ويجي حسسني انه هو ميل جابسون بريف هارت. بس هي تبدي اللعبه كالعاده احنا ناكل جول، شويه شويه يتحول من يلا يا اسود يلا يا ابطال الى سبحان الله يعني العلم يختفي، كره المنتخب، قال بعد ما شجعه، يما قرآن صغير جاب حلف عليه وانقلب مشجع الفريق الخصم. بس اجى جول علينا مسح العراق وخلى علم مال الدولة الثانية. هذول الابطال، هذول المنتخب الزين، مو منتخبنا جماعتنا كل ماكو. لك هذول ما اعطيهم قنافذ يسرحون بيها. زين حبيبي يثبت لك على راي. النوع الاخر من المشجعين هم الغربان. مع احتراماتي بس هم يعني متواجدين بكثرة، فديروا بالكم يعني فتشوا ببيوتكم احتمال تلقوا لكم واحد. هذا يا اخي بلا ما يشوف المنتخب، بلا ما يشجع، بلا ما هاي النتيجة يمه خسرانين. ويا من تلعب ويا البرازيل خسرانين، سنغافورة خسرانين، نلعب ويا رحنا بالتمرين خسرانين. حبيبي ليش؟ يا اخي خلي ثقتك بفريقك، انطيهم شوية دعم، حسسهم بامان. هو المشكله يعني هو يقول لك انا ما ابغى بعد منتخبنا، انا منتخبنا عفتهم من ما ادري يا سنه، هو حافظ سنه معينه، انا منتخبنا عفتهم من فلان سنه، وهي طلعت المنتخب قبلنا. هو بداخله يس بس ايه هسه يخسرون يعني بحيث ابغى اللعبه دا انتظر الجول ذاك لان هو ظاهر شايفها. اكو نوع ثاني، هذا نسميه النوع المهنج، قافل من بيجي. يا اخي هذا عند المنتخب العراقي وقف على فد سنه معينه، بحيث حاليا هو ما يشوف غيره. يعني حتى اذا نجيب ميسي هسه يلعب بالعراق يقول لك وين كان مجبل فرطوس يابا ميسي، ايه شدراك يوسف كان يركض ركض. اما اكو جول مال عدنان درجال اللي يعني موتوني بجيل القدماء مع احتراماتي للاباء، بس جول عدنان درجال اللي جابه على اساس من نص الملعب، الله يطل الانترنت واليوتيوب شفناه هو ترى شويه خارج منطقه الجزاء. يا عمي الحالات المباشره صارت مثل الجزاءات يوميا جول خارج منطقه الجزاء. اكو نوع من الانواع الحامين، هذا اللي تلقيه متعصب الفريق عباك يطير راتب. يعني ضاعت في الضربه راسك قال لك لا هيك بالنهايه طلع الدعرق هيك الدم منه تسد له هيك، لا ابو فلان مروتك يا معود ضغطك سكرك. يا حبيبي والله ما بيناتهم ورا اللعبه يتبادلون تيشيرتات ويتباسون، هدي اللعب يا عمي. اصدقائي المشاهدين عشاق الجلد المدور محبي الساحل المستديره متيمين بالانديه العالميه الكبرى، لقاء ليس ككل اللقاءات، كلاسيكو من اعلى طراز، مباراه 90 دقيقه من نار. الفتاين هذول حتى انا كلنا
فتاين. هي تبدي اللعبة قاعد هو الفتاي ما يطلع لوحده. من شروط الفتاي انه لازم يطلع وياه جروب، يطلع هو القليط مالهم، يقعد بنصهم هيك والباقي متكئ على شرط، عم ركز باقي هيك. هاي اللعبة ذاهبة الى التعادل. يابا بعدها دقيقة 50 شو اسمه قال خلص التعادل. الله ايش قد افرح مني يقولون هم ولا احنا. هيك اقوم ادعي يا رب قول يا رب. عم بس اطلع كذاب على كل شيء عنه. صارت رمية قال مو رمية، يعني هي رمية، الحكم يدري رمية، اللاعب كلها تدري رمية، الجمهور يدري رمية، بس هو يقول لك مو رمية، هو بمزاجه. احنا نقول له صح عمي جدي بالزاوية ما بجدي كله. اجى هو ضربها هيك، قال لك لا هاي ما تنضرب هيك، هاي تنضرب هيك نقد بالقاع، يعني يعيشك الاجواء. هناك وين ضربها مثلا فربطه اللاعب، قال لك لا هاي تجي هيك يسرى وضارب. كابتن ماجد يا عمي دخل لي اللاعب يلعبون يا عمي. النوع الاخير هو البادول. بادول لحد البادول اللي يقعد ويشوف اللعبه، بس هو صح جسمه ويانا بس عقله وقلبه ويا المنتخب. يا سلام. يتمنى هو نور صبري، وذا نور صبري بعد الطوبة. يتمنى هو قلب الدفاع سلام شاكر على مود يصعد اطول من عنده. يتمنى هو يونس على مود يراوغ الجولشي ويطلع يقوم. شوفوه بالفيديو لان يستاهل نشوف هيك شخصيات. يد العباس يا ما تشوفه والله هذا كان فاضي. اصبر شو يسوي؟ طيب فاهي لك مرة تشوف خبرني بس لك عمي خليهم يلعبون براحتهم بالصبر. رفعه وجابه ورفعه وشو تشوت هذا؟ باصات شي هاك والله حتى لو اعطيها برجلها بتحكي، بس اصبر خلي يلعبون. لك سبع والله على راسي. على راسي ايش؟ بيبيتي تلعب احسن من هذا الباص يا معود. لك يا باع الفهاوة يا الله. لك عمي ايش تريد يسوي له؟ يابا شنو السالفة؟ طابق باله تفوت من جوا شنو؟ لك بعد بعده شنو هالرخاوة؟ 10 طيب احمد طيب احمد يلا روح حمود يلا يا معود. جول ايدك الله يا بطل. والله احمد ياسين خطر ينزل المكان ينزل جول 10 جولان يوم غمض. هاك دوختنا ننزل نلعب مكان. لك هلا بحمود فينا شر. هلا بابا صاحب تعال يا معود تعال. تدري ايش قد سيلوني عليك؟ هلا ادعو تعال خلينا نسولف. عرفك نقول لك وطبل بعد هذا ما يسوي. احكي لنا شنو يمثل لك العراق؟ وشنو يمثل لك ارتداء شعار الله اكبر؟ وشنو اللي ضاف لك بالمنتخب؟ يعني مو نفس الشيء هسه من البس الدريس هنا والعب بالنادي مال تيرر برو، يعني مو نفس الاحساس من العب ويا المنتخب العراقي. هناك يعني دا امثل بلدي ودا نلعب لشعبنا والاهلنا وهاي طبعا مسؤولية كبيرة. هاي صح. شنو الشيء اللي ضافه المنتخب لاحمد ياسين؟ شنو الاضافة اللي دخل لك اياها المنتخب؟ اول شيء الشهرة، ويعني تعرفت للشعب العراقي، ولعبات يعني انترناشونال ضد اليابان ضد استراليا. كل شهر يمكن اسافر للبلد جديد. عندك نية انه تحترف بدول الخليج او الدوريات العربية لو انت نيتك يعني بس اوروبا وبس؟ لا يعني ليش، لو جاني عقود من كم نادي بالخليج، بس هسه عندي عقد ويا نادي اوروبي برو هنا بالسويد، وبدنا ندرس العقود انا المدير الاعمال مالتي. طموحي يعني العب باوروبا يعني بنادي زين مثل ريال مدريد لو شيء. اوكي ان شاء الله. ان شاء الله اريدك بارسنال. My name is Patrick Mark. I'm an agent based in Sweden, but I work all over the world. I represent players in most leagues in Europe, and I work with players like Michael Essien, Suleiman Montari, Asamoah Gyan, for example. McDonald Mariga is another one, and right now I have players like Rasmus Elm, the best new Swedish player who plays for CSK Moscow. Why you choosing Ahmed Yassin? Well, it's an exciting player. He's a player that
the football fans like. We like his qualities as a player and believe he has a big future. And also my agency got a lot of reports about his popularity in Iraq and in the Gulf region. So in many ways an interesting player. الجمهور العراقي يلقبك كريستيانو رونالدو. اول شيء انت تدري؟ هاي ادري بيه. زين شنو يمثلك هذا اللقب؟ من واحد يقول لك يلا كريستيانو. لا يعني هو لقب حلو، يعني لاعب كبير من احسن اللاعبين بالعالم، يعني هو كل لاعب طوبة عنده لاعب يباوع عليه ويريد يعني يتعلم اكثر واكثر منه. فانا عندي رونالدو لاعبك القدوة رونالدو. ان شاء الله تصعد فوقه. ان شاء الله. زين احمد، بحكم انه انت اسد من اسود الرافدين، منو الشخصيه المؤثره بالمنتخب تحس انه ينطي دافع للمنتخب كله؟ من اللاعبين اقصد. هو قبل اللعبات نور ويونس اكثر شيء يحجون للواعي كلهم، ويعني يقولون لا تخافون، ويعني لعبه كبيره يعني احنا احسن منهم وايد يعني. وباللعبه قبل اللعبه نلعبها يمكن تشوفون يصورون نور يوقف بالنص صحيح قبل ما نقرا الفاتحه فيحكي يعطيكم دافع كلش ويحمسكم. منو صديقك المقرب بالمنتخب؟ اكثر شيء وليد، بس يعني ويا كلهم علاقتي زينه، بس يعني اكثر شيء اتمشى يعني ويا وليد سالم. وليد سالم الظهير اليمنى. طبعا احنا بضيافتك وببيتك وسويت لنا شاي وشايك طيب، بس اريد اسالك سؤال، شنو المباراة اللي فرحتك ويا العراق؟ لعبة الأردن من قولنا بآخر دقائق وغلبنا. حمادي. اي صح. صدق يعني كلها فرحت يعني. كلش فرحت. وشنو هي المباراة اللي ضوجتك؟ يعني لعبة أستراليا من كنا 1-0 وقولوا عني آخر دقائق. باقت صدق. أيوة. زين شنو هي المباراة اللي كانت مميزة بالنسبة لك ويا المنتخب؟ هي ضد البرازيل اللي لعبنا هنا بالسويد. كانت مميزة. أي. صح. أنا كنت حاضر من ضمن الجمهور، وبوقتها الجمهور تقريبا كان أكثر من 25,000 من العراقيين المغتربين بالسويد وبالدول الأوروبية. أتذكر حتى إنه الصبري بوقتها قال لما الشعار الوطني قال عيوني قام دمع قد ما الجمهور كان هواي وكله قام يعني قال الشعار الوطني. هو أنا أول مرة لعب الجمهور عراقي يعني والمليان الملعب. صح بكثرة. السويد والله. زين حمودي، شنو سبب تصرفك بعصبية بآخر لعبة ويا الإمارات بكأس الخليج؟ يعني شفتك ضربت البنك وما أعرف سويت. هو يعني طموح كل لاعب يريد يلعب 90 دقيقة ويساعد نادي مالته لو البلد مالته، وهالمرة كان بلدي ويعني ردت أساعد، واحنا كنا خسرانين 1-0 وكنا ضايج يعني خسرانين 1-0 وطلع. عراقي أبو الخيرة يعني ما شحكي هاك. ردت أساعد بلدي هاي. تعرف أنا اللعبة يمكن شفتها على قناة سعودية والكاس ما أتذكر، بس أحد المعلقين قال والله عمي حقك لو أجي أنا أنزل بمكانك أريد. إيه صدق شيء صعب. زين حمودي، شنو أكلاتك المفضلة؟ يعني من بالسويد أكل معكروني ودجاج وهاي، بس من ويا أهلي يعني أحب الدولمة. هلا دولمة والله أخويا. زين شو سوى أحمد اليوم؟ يعني أول ما تفتح عينك من النوم لحد النوم شو سوى؟ أول شي يعني أبدأ أتمرن ويا النادي مالتي، عندنا أول تمرين ب9:30، بعدين نروح ناكل ويا النادي وهاي، وورا الأكل هم نتمرن تمرين ثاني، بعدين يعني وقت لأهلي وأصدقائي يعني أرتاح بيه. زين مثلا عندك فد برنامج معين أو فد لعبة مستحيل تفوتها لازم تشوفها؟ لعبات ريال مدريد أكثرهم يعني لازم. يعني أنت ريالي؟ أي. أوكي. زين شنو النادي اللي تشجع محليا؟ عالميا عرفناك ريالي. هو أول شي يعني أعرف أكو كان 4 نوادي ينافسون على الدوري قبل، هو الجوية الشرطة والزوراء والطلبة. صحيح. بس هسه يعني
يعني تباوع النتائج هاي، بس يعني ما عندي فريق خاص احبه. صح، يعني وصلت المنافسة والفرق صح. طلعت نص ناعم في الهوك عبيد. صح. أحمد، شنو رأيك بالدوري السويدي؟ ويمكن أنت اللاعب العراقي الوحيد بالدوري السويدي أو هو كاني وجلوان حماد، بس هو دا يلعب المنتخب السويدي. لاعب نادي مالمو لاعب السويدي؟ نادي مالمو. صح. وشنو يعني مثلك إذا جاء حد سألك عن التنين أو أصلك منين، أكيد السويديين يعني هواي يسألون. ايه يعني اكو وين ما نروح يعني بالسويد نلعب لعبات، يجون كم عراقي يباعون اللعبة مالتي، يعني يجون على مودي. ومن اشوف العلامة العراقية يعني اريد افرحهم بالاكثر. أحمد ياسين، عندك معجبين ومعجبات يعني ندق الخشب عليهم، شو تحب تقول لهم من خلال برنامجنا؟ يعني اشكرهم كلهم وكلهم على راسي، ويعني ان شاء الله هسه شايفين ان احمد ياسين يصير احسن واحسن إن شاء الله. حمولي، طبعا احنا كلش نشكر جهودك وانه اخذنا من وقتك، وبصراحة كنت مضياف وشايك كلش طيب على فكرة. ونتمنى لك كل الموفقية، واعرف انه الجمهور العراقي كله وراك، واحنا كمغتربين كلش يفرحنا انه شخص مثلا من السويد يمثل المنتخب العراقي، وهذا فشي فخر عنا. يعني صرنا وين ما نمشي يقولون انتم منين مثلا عراقيين، هم ما كانوا يعرفون شنو العراق غير بالتفجيرات وبالاشياء المو حلوه، صاروا يعرفون اوكي انتم من بلد احمد ياسين، لان الصحف السويديه والصحف الاوروبيه كلها كتبت عليك. وراح طبعا نصور الصحف المبعدة. طبعا هذا جزء من الجرايد الاوروبيه اللي كاتبه عن احمد ياسين، وبصراحه كلش هواي. يعني انا قلت له اريد من عندك جريدتين اصورها باع جاب لي مال 3 ايام اللي قدام، بس هذه الجريده الاشهر تعتبر بالسويد، ويمكن عدد واحد بالشهر، وكاتبين هنا مقال كامل عنه، وكاتبين انه كان ملك اليوم واحد. شكرا كابتن احمد لضيافتك لنا ولسعة صدرك للرد على اسئله الجمهور، وان شاء الله نتمنى لك كل الموفقيه. شكرا. سالمين. هذا النادي مالتي أوربرو، نلعب لعبات ونتمرن عليه. لاعبنا ما حد يقدر له، من توصل الطوبة برجله، الغيرة وارد هم نهله، من نهله رابع غيره، صاير بس انه ياهو على الكاس ينافسنا، ايش حد اللي يوصل يا محدنا، يا محدنا الدنيا تفوت، يا محدنا الدنيا تفوت، يا محدنا الدنيا تفوت، يا محدنا الدنيا تفوت. ابن الملحة من يلعب يدك زلزال بالملعب، شربت ماي عند الفوز، هو السيف المجرب، هو السيف المجرب. منتدى كرة عراقية يعتبر المنتدى الأول رياضيا بالعراق، وإذا أحد حاب يعرف أي شيء عن المنتخب الوطني أو بقية الرياضة العراقية لازم يدخل منتدى كرة عراقية. منتدى كرة عراقية صار منبر إننا كجمهور، من عنده عرفنا هواية لاعبين، من عنده عرفنا أخبار المنتخب، صورهم، أمورهم، قربنا من الاتحاد العراقي، خلانا نختار الشخصيات اللي نريدهم، خلانا نختار حتى لاعبين. أحمد ياسين وغير أحمد ياسين من اللاعبين طلعوا من منتدى كرة عراقية، ومنتدى كرة عراقية اللي قائمين عليه من الجمهور العراقي، مو لهم صفات ولا يشتغلون بفلوس ولا ولا ولا، هيك نوع من الجمهور وهيك منتدى يستاهل نقول له رسبكت. بالختام اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واللي ما شاف الحلقه الثالثه من برنامج سالمين يقدر يشوفها من هنا، واللي ما شاف الحلقه الثانيه من برنامج سالمين يقدر يشوفها من هنا. ولا تنسونا اكيد سبسكرايب واللايك. في معنى Demo. Patch Pool. Demo.